الساعة 7 الصبح. الجنود واقفين باصين في اتجاه البحر، مستنيين قذائف الأسطول الإنجليزي في أي لحظة. مواجهة قدام خطر ما حصلش من أيام الاحتلال الفرنسي، هيترتب عليها أيام هيتصنع فيها التاريخ. بس إيه اللي وصلنا للحظة دي؟ راجل إنجليزي وراجل مصري اتخانقوا على قرش، وخناقاتهم دي كانت السبب في بداية مذبحة الإسكندرية. بدأت القصة في صيف 1882 بعد الثورة العربية، في الوقت اللي بقى أحمد عرابي فيه وزير للحربية، وفي مدينة الإسكندرية اللي كانت بتجمع في أحيائها أكبر عدد من المهاجرين للأوروبيين، وبالتحديد من رعايا إنجلترا، وبيتباعوا للتاج الإنجليزي واللي منهم المالطيين. وفي يوم 11 يونيو خرج راجل مالطي من القنصلية الإنجليزية، ووقف سواق عربية مصري بيجرها حمار، واللي كان اسمه سيد العجان، وطلب منه يوصله. وطبعا العجان فرح إن الزبون أجنبي وهيدفع له كتير. وأول ما ابتدوا يتحركوا وقفوا المالطي ونزل وطلب منه يستناه شوية. غاب الأجنبي بار من البارات وفضل يشرب لحد ما سكر، ورجع للسواق وطلب منه يمشي تاني. لكن بعد دقايق طلب المالطي من سيد إنه يقف عشان يشتري خمر تاني. كرر المالطي فعلته أكتر من مرة لحد ما فاض بالسواق. وفي نهاية الرحلة وصلوا الاتنين لقهوة القزاز المشهورة في اسكندرية. نزل المالطي من غير ما يحاسب السواق، وكان باين عليه ملامح إنه سكران، إلا إن المالطي خرج قرش واحد بس ورماه في وش سيد العجان. رفض السواق المبلغ، ومن هنا بدأت الحكاية بإن المالطي طعن سيد وقتله. اتدخلت زباين القهوة وحصل مشاجرة أكبر، واللي ما انتهتش على خير. اتقتل مصري كمان، وده خلى المصريين يثوروا أكتر على كل الأجانب اللي في اسكندرية. هرب المالطي لبيت حد من سكان بلده في نفس الحي، لكن المصريين ما سابوهوش وحاصروا بيوت كل المالطيين، واتفاجئوا بإن المالطيين مسلحين وبدأوا يضربوا نار. انتشرت الفوضى في اسكندرية أكتر وأكتر. الأمن اتدخل بعد سقوط قتل عددهم أكتر من 75 من المالطيين و163 من المصريين، وإجلاء آلاف الأجانب من اسكندرية. الصحف البريطانية عملت حملة ضد القائد المصري أحمد عرابي، واللي كان بيعارض التدخل الأجنبي في مصر. وانتشرت الشائعات إن ورا المذبحة هي مؤامرة وتواطئ الخديوي توفيق نفسي، هو عمر لطفي باشا محافظ الإسكندرية وقتها، ضد عرابي وثورته. لكن بريطانيا ما اكتفتش، واستغلت اللي حصل كذريعة لحماية رعاياها في مصر. وفي 11 يوليو 1882 وصلنا للحظة واحدة من أكبر المعارك في تاريخ اسكندرية. ضربت المدافع الإنجليزية حصون وبيوت الإسكندرية، واستمرت المعركة لمدة 3 أيام. وفي النهاية اتدمرت الحصون واتحرقت أحياء اسكندرية، ودي كانت بداية احتلال بريطانيا لمصر اللي استمرت لأكتر من 70 سنة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب.